مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلطت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم الضوء على الجاهزية الكبيرة للملاعب المغربية قبل أقل من 20 يوما على انطلاق كأس إفريقيا المغرب 2025، مؤكدة أن المملكة وضعت رهن إشارة البطولة أفضل المنشآت الكروية في القارة. وأكد تقرير كاف أن المغرب نجح في تجهيز ملاعب بمعايير عالمية موزعة على 6 مدن كروية تجمع بين الحداثة والهوية المغربية، مما يجعل نسخة 2025 مرشحة لتكون الأفضل في تاريخ المسابقة. وأشار التقرير إلى أن مركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط يعتبر جوهرة البطولة بعد تجديده الشامل وإزالة المضمار، إذ سيحتضن مباريات الأسود في الدور الأول إلى جانب أدوار إقصائية وصولا إلى النهائي. كما أبرز التقرير أن الملعب الأولمبي الجديد الذي يضم تجهيزات عصرية كالعلاج بالتبريد والمركز الإعلامي، وسيستضيف مباريات تونس وتنزانيا والبنين وبوتسوانا. مركب الأمير مولاي الحسن ذو التصميم الأمازيغي، والذي سيحتضن مباريات الجزائر في دور المجموعات. أما ملعب البريد المنشأة الحديثة التي ستستضيف مباريات الكونغو الديمقراطية والبنين وأوغندا وتنزانيا وبوتسوانا. مركب محمد الخامس بالدار البيضاء أحد رموز الكرة الإفريقية، والذي سيستقبل 8 مباريات قوية. الملعب الكبير لأكادير الذي سيحتضن مباريات المنتخب المصري وأدوار إقصائية، ثم مركب فاس الذي يجمع بين الهندسة المغربية والحداثة وسيستضيف مباريات نيجيريا. الملعب الكبير لمراكش الذي سيشهد قمة كوت ديفوار والكاميرون، ثم ملعب ابن بطوطة بطنجة وسيحتضن مباريات السنغال والأدوار النهائية. وختمت كاف تقريرها بالتأكيد على أن التنوع والجودة التي تتميز بها الملاعب المغربية تعكس استعداد البلاد لتنظيم نسخة تاريخية من كأس إفريقيا بطريقها نحو استضافة مونديال 2030. هذا وسيقص المنتخب المغربي شريط الافتتاح يوم 21 دجنبر بملعب مولاي عبد الله أمام منتخب جزر القمر.